أخواتي الغاليين، لو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. بحبكم في الله. صباح الخير أو مساء الخير في أي وقت وفي أي مكان بتسمعوني فيه. معاكم آيات بحكي الحكايات، حكايات كلها استفادة وإفادة وفايدة من كل حاجة. والنصيحة مني عشان انتوا غاليين عندي، ما تفوتوش صلاة وما تهجروش المصحف وابعدوا عن المعصية وابعدوا عن الأغاني، وخلي حياتكم مليانة تقوى وإيمان. وكل قصة أحب أشوف إعجابكم وكلامكم الجميل، وهستنى كل تعليقاتكم الجميلة. وقصتنا بتبدأ. أنا شاب في أول سنة لسه في الجامعة، وأول ما دخلت عيني وقعت على زميلة ليا، فلقيت قلبي قال هي دي اللي لازم تكون مراتك. حاولت ألفت نظرها كتير جدا بس كانت كأنها مش شايفاني. حاولت أكلمها برضو بس ما كانتش خالص بتنتبه لكلامي. قلت خلاص كفاية إحراج لحد كده وبلاش أتكلم معاها تاني ولا ألفت نظرها تاني. لكن للأسف قلبي وجوارحي كلهم كانوا مشغولين بيها، ما كنتش عارفة أطلعها من تفكيري. وفي يوم وانا قاعد على النت على اليوتيوب ظهر لي فيديو قدرا، واللي فهمته من الفيديو ان اي حب ما بين ولد وبنت مفهوش اي حاجة رسمية فده حرام، والمفروض انا كراجل ما اقبلش كده على بنت زي ما انا ما اقدرش اقبلها على اختي، وان ما ينفعش اشغل قلبي وجوارحي بيها الا لما تكون حلالي. دعيت ربنا وقلت له يا رب انا هعمل بكلامك ومش هقرب لها تاني ولا هحاول اكلمها، عشان عرفت ان ده حرام. بس يا رب اذا كانت هي خير ليا احفظها لي لحد ما اخلص الجامعة وجعلها من نصيبي. خلصنا بقى اولى جامعة وتانية جامعة وانا كنت صامت، وكان مع الصمت دوت خوف. كنت خايف في اي لحظة ان هي كل حد غيري، لحد ما قلت طب فيها ايه لما اربط كلام مع ابوها لحد ما اخلص جامعة، لحد ما قررت ان انا لازم اعترف لها بكل حاجة جوايا. هي كان ليها كذا صاحبة بتمشي معاهم، فما عرفتش اكلمها قدامهم، مش خوفا منهم او خوفا من الرفض ابدا، والله انا كنت خايف ان حد يتكلم عليها اي كلمة وحشة. فقعدت ادور على الصفحة الشخصية بتاعتها على الفيسبوك وبعتلها على الماسنجر، قلت لها ازيك عاملة ايه، انا زميلك فلان الفلاني وبكلمك دلوقتي مخصوص عشان اقولك ان من اول مرة شفتك فيها وقلبي قال لي دي مراتك. فوالله النية نية خير والغرض من كلامي شريف عشان رايد الحلال مش أقل. فلو في قبول من ناحيتك مني فبتمنى ان انتي تعرفيني، عشان انا كاتم في قلبي وساكت من 2 و4 شهور وعاوز اريح نفسي بقى. وما تقلقيش انا مش هتكلم معاكي غير لما تقدملك، عشان ربنا يبارك في مشاعري وما يضيعهاش بعد الصبر ده كله هدر. قرأت الرسالة وما ردتش. بقيت انا قاعد وخايف، وفضلت الاسبوع دوت في قلق وتوتر. طب ما ردتش ليه؟ طب ابعت لها تاني؟ وما بقيتش عارف اعمل ايه، وفي نفس الوقت مش عاوزه اقلل من نفسي. فقلت خلاص انا هصبر، ولو ربنا رايد خير اكيد هيرزقني بيه، ان الله على كل شيء قدير. وسكت. عاوزه اقول لكم انا كراجل اهو، كل ما الست بتبقى عزيزه النفس وحييه وعفيفه كل ما بيبقى صعب على الراجل ان هو يشيلها من راسه. المهم عدى الاسبوع كأنه 7000 سنة، ولكن رحلة الصبر ما بتنتهيش دايما إلا بالجبر. فردت أخيرا بس بعكس ما توقعت تماما، وقالت لي الحب رزق والمشاعر رزق والقبول رزق، وطالما قلبك مشغول بشخص فقلب الشخص هو كمان بيبقى مشغول بيك. ولكن احنا مسلمين فمكروه عندنا الحب في شريعتنا بدون روابط رسمية، وده السبب اللي خلاني أطنشك طول الفترة اللي فاتت. فابتسمت بيني وبين نفسي وسألتها افهم من كده انك هتستنيني لحد ما نتخرج ولا اجي في اقرب وقت واربط كلام مع باباكي؟ فردت عليا برد ذكي قوي وقالت لي لا انت مضمون لحد بعد ما تتخرج ولا انا كمان مضمونة لحد بعد ما اتخرج، فخير البر عاجله. فابتسمت تاني وقلت لها خلاص ممكن تاخديلي من والدك ميعاد؟ فقالت لي ماشي. وفضلت مستني اشوفها هتقولي اجيلهم امتى، وبعد 4 ايام لقيتها بعتالي وبتقولي لو وقتك فاضي تعالى بعد بكرة. زبطت نفسي ورحت لهم، وأول ما قعدت مع باباها قلت له حضرتك راجل وبتفهم في مشاعر الرجالة وتقدر تحدد الصادق منهم من الكذاب، ويعلم ربنا إن أنا بقالي 2 سنين بنتك في قلبي، بس أنا حفاظا على الأصول وعلى شرع ربنا مرضتش أقرب لها ولا أتكلم معاها، وقلت أنا مش همشي خطوة غير في النور. فلقيت باباها ابتسم وطبطب على كتفي وقال لي سيماهم على وجوههم يا ابني، وأصحاب القلوب السليمة بيقدروا يخشوا القلوب بدون استئذان من أول لقا. فأنا موافق يا عم أحمد، ولكن بعد ما أسأل عنك ممكن أغير رأيي عشان ما ترجعش تزعل في الآخر. فقلت له
وقتها يا عمي هيكفيني إني دخلت بيت حضرتك وقعدت معاك واستأذنت وروحت، وفضلت مستني تطمني بأي رسالة أو حتى تقولي شكرا إن أنت طلعت راجل وقد كلمتك. لكنها كانت سلحوفة في رد فعلها، فما ردتش عليا غير بعدها ب10 أيام، وقالت لي بابا موافق بس بشرط إننا ما نتكلمش تاني إلا لما ربنا يكرمنا وتكون جاهز على الجواز. يعني معنى كده إن الحمد لله أبوها وافق على ربط كلام. بس مش هكذب عليكم، كنت متضايق قوي وزعلان ان انا كان نفسي ان انا اتكلم معاها، وان انا خلاص ربطت كلام مع باباكي، وان انا كده يعتبر في حكم خطيبك لحد ما ابتدي اجهز واقدر اجيب شبكة وشقة والحاجات دي. بس قلت لا، انا لازم اكون راجل وقد كلمتي. عدت سنة تالتة وبدأت ان انا اشتغل في سنة رابعة لحد ما جمعت فلوس الشبكة. بمجرد ما اتخرجنا رحت وتقدمت لها تاني، بس لقيت باباها رفض لحد ما جهز نفسي، لاني كنت لسه حتى ما صبتش عمدان شقتي. ولكن بعدها بشهر لقيتها بتقولي بابا عاوزك. قلت خير يا رب ورحت له، فقال لي انت يا ابني معاك فلوس قد ايه؟ فقلت له يا عمي يعني حوالي 30,000. لقيته بيقول لي خلاص يا ابني جهز ورق سفرك عشان عندي سفرية ليك، لانك لو فضلت قاعد هنا مش هتتجوزوا الا بعد 20 سنة. فضحكت وقلت له ماشي يا عمي. وفقال لي من شهر ونص كنت مجهز كل ورقي وسافرت، وبفضل ربنا وكرمه الواسع في أقل من سنتين كنت باني الشقة ومجهزها من الإبرة للصاروخ. ونزلت أجازة، وأول يوم سلمت على أهلي وقعدت معاهم ارتاح، وتاني يوم طلعت على بيته على طول سلمت عليه وقلت له طبعا ما عندكش حجة ترفضني بقى. فضحك وقال لي يا ابني والله أنا موافق عليك من أول يوم دخلت فيه، بس ما تزعلش مني يعني أدي بنتي الواحد عديم المستقبل. فضحكت وقلت له الله يسامحك يا عمي، مع إن عندك حق والله. والحمد لله يومها طلب لأول مرة إن يقعد مع أبويا، فاستأذنته، وتاني يوم كنت عنده أنا وأبويا. قرينا الفاتحة واتفقنا على كل حاجة، ولبستها الشبكة قبل ما أسافر بأسبوع. وقعدت سنة هناك ونزلت عشان أتجوز بقى، لأن كان فاض بيا خلاص وما بقتش مستحمل ولو دقيقة. والحمد لله كان أحلى فرح، وكانت وما زالت أحلى وأجمل زوجة. النهاية إن كل خطوة في سبيل الحلال مختومة ببركة ربنا، ووراها تساهيل كتير قوي عقلك ممكن يعتبرها معجزات كل ما يفكر فيها. فما أجمل الحلال.